اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين الفسيخ وجماله؟ احلى واجمل واسهل طريقة ممكن تعملي بيها الفسيخ في البيت. هيطلع بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده، وهيبقى احلى واجمل من اللي بنشتريه من بره كمان. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة. عندي هنا كمية من السمك. لازم السمك بتاعنا يكون فريش وطازة، وتفتحيه كده يكون السمكة ماسكة نفسها، ما تكونش طرية، ويكون الخياشيم بتاعته لونها بامبا بالشكل ده عشان تتأكدي انها طازة، ويكون كمان عينه بتلمع، وكمان لازم تتأكدي انه بوري. هنجيبه نغسله بالشكل ده. ولازم واحنا بنغسل السمك ما تكونش يعني تكون الراس بتاعته لتحت، بحيث انه ما يشربش مننا مية ويعمل عفونة في اثناء التخليل بتاعه. غسلته كويس جدا وصفيته من المية، وبعدين جبت اي حاجة موجودة عند حضراتكم، مصفى او شفشة او اي حاجة، بحيث ان احنا نوقف فيها السمك بالشكل ده. لازم السمك نوقفه بالشكل ده ويفضل ليلة كاملة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، علشان ينزل كل السوائل والدم اللي موجود فيه. هنغطيه بكيس او بفوطة نظيفة ونسيبه ليلة كاملة على الرخامة. وبعد الليلة الكاملة دي هنبتدي نخرجه مع بعض ونشوفه. بصوا ده كده بعد الليلة، يعني كده سيبناه ليلة كاملة على الرخامة، وبعدين ابتدينا نخرجه. بصوا اللي خارج منه، يعني ده الدم ده او المية دي اللي بتخلي الفسيخ يفسد معانا ويبوظ اثناء ما احنا بنخلله. المهم خرجناه ولقيناه ناشف. بصوا ناشف ومخشب بالشكل ده، هتعرفي ان انت ماشية صح، ودي افضل واحلى نتيجة ممكن تاخدي منها احلى واجمل واطرى فسيخ. اول ما تلاقيه مخشب كده تعرفي ان انت هتعملي احلى واجمل فسيخ. هنجيب مناديل بالشكل ده، ونبتدي برضو ننشف الخياشيم ونطلع منها اي بواقي من الدم. لازم ننشف الخياشيم كويس جدا عشان نتأكد ان الدم اللي في الخياشيم خلاص ما بقاش موجود، وهنخلي بقى على نظافة ويستوي معانا من غير ما يعمل ريحة ويبوظ مننا. نشفته كله بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، وهبتدي اجي عند السلسلة بتاعة الظهر، وهدوس بالراحة خالص كده بحيث ان السلسلة يفصل منها اللحم. ولما نيجي نفتح على الفسيخ ان شاء الله هنلاقيه زبدة من جوه، وهنلاقيه سهل جدا جدا في التنظيف. هنجيب بقى الملح بتاعنا ده، ملح خشن او ملح رشيد حسب ما بتسموه. هضيف عليه مكون واحد بس اللي هو الشطة، مش هنضيف اي حاجة تاني غير شطة بس. دي احلى واجمل طريقة انا عملت بيها الفسيخ وطلع معايا روعة. حطيت حوالي معلقة ونص من الشطة، وهقلب كويس، وهجيب السمك بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وهبتدي املى الراس بتاعت السمكة، وابتدي احاول ادوس لجوه كده بحيث ان الملح يدخل سنة صغيرة كده في بطن السمكة، عشان نتأكد ان كل السوائل اللي في السمكة هتنزل، ومش هتعمل معانا عفونة او ريحة وحشة، ويطلع معانا زي الفل. وهنجيب بق السمكة هنلاقيه مفتوح، ونبتدي نملاه برضو بالشكل ده. بس كده هنديها كفايتها خالص، ونركنها على الجنب، ونبتدي نعمل كل كمية السمك بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. لما هنبتدي نخلل السمك بتاعنا هنعد من اول يوم، يعني انا من اول يوم بالظبط عملته يوم الحد، فتحت عليه يوم الحد. بصوا انا بدخل الملح بحيث ان هو يدخل سنة بس لجوه كده عشان يمتص اي سوائل، ويخلي السمك بتاعنا ناجح وجميل جدا. وهنبتدي برضو نحط في بق السمكة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وكده خلاص هنخلي الفسيخ بتاعنا ده حوالي اسبوع كامل. هنجيب هنا بقى الشنط بتاعتنا النظيفة دي. انا ما حاولتش اجيب شنط كبيرة، يعني حبيت تكون الشنط بتاعتي صغيرة شوية علشان اقدر الم السمك وما يدخلش مني هوا كتير. يعني الشنط الكبيرة بيدخل فيها هوا اكتر. نحاول نلم الشنط اللي بنحط فيها الفسيخ على قد ما نقدر، علشان نقدر نتحكم فيه كده ونخرج منه الهواء. حطيت زي ما حضراتكم شايفين يعني سمكة عكس اختها، وحطيتها على الظهر بتاعها. حطينا واحدة عكس التانية، ورشينا رشة من الملح والشطة، وهنبتدي نحط باقي السمكات
برضو عكس اختها، وهنعمل التانية بنفس الطريقة علشان الراس ما تنزلش مية على التانية ويبوظ مننا اثناء ما هو بيتملح معانا. هنجيب باقي كمية الملح بتاعتنا. احنا قلنا كمية الملح دول 4 سمكات خدوا في حدود نص كيلو من الملح، حوالي مجين كبار من الملح، وعليهم 1.5 معلقة من الشطة. هنحط بقى المكون اللي هيخلي السمك بتاعنا هيخلي الفسيخ بتاعنا خطير، اللي هو الزيت. حطيت حوالي ربع كوباية من الزيت زي ما حضراتكم شايفين كده. الزيت ده بيعمل حاجتين: الحاجة الأولى ان هو بيمنع الهواء يوصل للسمك، والحاجة التانية ان بيخلي السمك بتاعنا طري جدا، الفسيخ بيطلع زبدة كده. هنبتدي بقى نحاول نخرج كل كمية الهواء، ونربط الشنطة بالشكل ده، ونبتدي ندخل فيها برضو واحدة تاني. يعني هنحاول نحط حوالي 7 أو 8 شنط من البلاستيك، بحيث ان احنا نكتم السمك بتاعنا خالص، ونتأكد 100% ان هو مش هيدخله ان شاء الله هوا خالص. لان الحاجة اللي بتبوظ الفسيخ وبتخليه ما يطلعش ناجح وبيطلع ممرر، تطلع وريحته وحشة جدا كمان، انه يدخله هوا اثناء التمليح. هنحط برضو اكياس نظيفة كده او شنط، وهنخرج الهوا خالص ونبتدي نربط. بس اهم حاجة ان في البداية نحط اكياس يكون لونها فاتح بالشكل ده، يعني ما تكونش غامقة، بحيث انه يبقى التسوية بتاعتنا سليمة. هحط برضو وهربط. انا حطيت هنا 4 اكياس فاتحين، وبعدين هجيب كيس تاني اسود وهحطه فيهم كده حوالي 5 اكياس. بصوا بالشكل ده. وربطت الكيس بتاعنا كويس جدا، وخرجت برضو منه الهواء. وفي المرحلة دي هنجيب يا متن ستريتش ونلف بيه السمك بتاعنا كويس جدا، يا متن لزق زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني اللزق اللي هو البلاستر العادي ده هنجيبه، وهنفضل نلف كده السمك بتاعنا، بحيث ان السمك كله يبقى متخشب كده وما يدخلوش اي هوا خالص، وياخد مدة التمليح بتاعته كده، ويبقى ان شاء الله يطلع معانا زي الفل. هلفه كويس جدا بالبلاستر بالشكل ده. وبعد كده انا حسيت ان كمية الشنط قليلة، فبعد ما لفيته بالبلاستر مع حضراتكم وجهز معايا، رحت جايبة، يعني انا جبت علبة نظيفة وهحطه فيها. بعد كده خرجته تاني من العلبة وحطيته في شنطتين كمان. حسيت ان الشنط بتاعتي قليلة وخفت لحسن يدخل معايا هوا، احطه في شنطتين كمان، واقفل عليه العلبة اللي حضراتكم شايفينها دي، واحطه في اي مكان ما نكونش يعني ايه بيدخل له هوا، او احنا بنفتحه كتير. يعني اي رف كده من رفوف المطبخ من تحت، او في فرن البوتاجاز لو مش بتشغلوها طبعا. وسبته قد ايه؟ سبته بالظبط 8 ايام. بصوا بعد 8 ايام، بصوا الجمال ده، الزيت اللي نازل او السمنة بتاعته، بصوا ما شاء الله. هي دي الفسيخ بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين. هبتدي بقى افتح الفسيخ، هنفتح عليه بالشكل ده. انا حطيت له شنط كتير فالفتح بتاعه صعب شوية. هنفتح بالشكل اللي حضراتكم شايفين كده. ده بعد 8 ايام بالظبط من التخليل، والجو زي ما حضراتكم شايفين، يعني ولا هو حر ولا هو شتاء، يعني الجو بتاعنا ربيع. خد بالظبط معانا 8 ايام، وطلع بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله. بصوا الجمال، طري جدا جدا. بصوا طري ازاي، زبدة. هنبتدي اخده اشطفه كده تحت الحنفية، علشان لما نيجي نفتحه ما يتبهدلش مننا، واللحمة بتاعته تبقى نظيفة وتبقى جميلة. هشطفه، شطفته بالشكل ده. هبتدي اشيل الراس. واحسن بقى، يعني احسن طريقة تنضفي بيها الفسيخ من غير ما تطلعي البطن بتاعه او يتوسخ منك او اللحمة بتاعته تتبهدل، ان انت تفتحيه من الظهر بالشكل ده. بص افتحيه من الظهر وهتلاقي زبدة. بص ما شاء الله، احلى واجمل واسهل طريقة للفسيخ، والله بدون مقارنة. يعني ممكن تقارنيها بطرق تانية كتير، بس الطريقة دي احلى واجمل واسهل كمان طريقة بتطلع معاكي.
بصوا ما شاء الله الفسيخ عامل ازاي، زبدة، عبارة عن زبدة. بصوا السلسلة بتاعت الظهر طالعة بكل سهولة، علشان الفسيخ بتاعنا استوى كويس وخد مدة التمليح بتاعته، وطلع معانا بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا بمنتهى السهولة هتيجي تشيل اللحم بتاع الفسيخ، هيطلع معاكي في ثواني. هتشيل اللحم كله وتبتدي تحطيه في علبة نظيفة او في بطرمان وتحطي عليه زيت، هيقعد معاكي 10 ايام. يعني ممكن تحطيه في بطرمان كده، يكون بطرمان نظيف ومتعقم، وتحطي عليه حوالي نص كوباية من الزيت، هيقعد معاكي بالظبط 10 ايام على الرف في التلاجة، مش هيجراله حاجة. وممكن تحطي كمان البطرمان في الفريزر برضو مش هيجراله حاجة. بصوا زبدة، والله عبارة عن زبدة طري وحلو جدا جدا، وطعمه رهيب، مفيهوش اي مرارة، وطعمه حلو جدا، وريحته معتدلة، يعني ريحته مش وحشة خالص، وجميل جدا جدا، احلى واجمل من اللي احنا بنشتريه من بره بكتير. هنضفه وهبتدي احطه في زيت. بصوا ما شاء الله، بعد ما نضفت الفسيخ بتاعنا وحطيت له ربع معلقة من الشطة وحطيت له نص كوباية من الزيت. بصوا الجمال، احلى واجمل واسهل واروع طريقة للفسيخ ممكن تعمليها في البيت. جربوه وان شاء الله هيعجبكم.